هي دي الاخبار اللي تفرح وتشرف بجد يا اهلاويه. هقول لك ايه هي، بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. ارفع راسك فوق انت اهلاوي، وتعالى بقى اقول لك ليه. رئيس نادي الوكرة القطري فجر مفاجأة على قناة المحور. قال ايه بقى؟ قال لك الزمالك كان عايز اعارة جيلسون دالا المهاجم الجابوني المتألق، ولكن عايزينه ايه بقى؟ مجانا من غير فلوس يا غالي. طبعا رئيس الوكرة القطري قال لك احنا بنرفض الكلام ده شكلا وموضوعا. والمفاجأة بقى ايه هي؟ المفاجأة انه قال ان في شخص واحد بس النادي يقدر يديله اللاعب ده مجانا. تخيل مين؟ الكابتن خطيب هو الشخص الوحيد اللي لو طلب جيلسون ديالا مجانا دلوقتي هنتنازل عنه فورا. وبما ان بقى صفقة كوتيسا لحد دلوقتي معكعكة ومش باين لها ملامح، فالنادي الاهلي رسميا دخل في مفاوضات مع نادي الوكرة القطري علشان يضموا جيلسون دالا في الانتقالات الشتوية دي يا غالي. اظن بقى دلوقتي عرفت الفرق بين كابتن خطيب واي رئيس نادي تاني، وبرضه عرفت واتأكدت الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني يا غالي.